يمسك الفل. ساعات بنحتاج نعمل حاجة حلوة كده سريعة جدا في طاسة واحدة على النار، بدون فرن وبدون بقى شربات وبدون وجع دماغ. هنعمل كده حاجة شبه البسبوسة قوي، حلويات سهلة وبسيطة من السميد. السميد عادي اللي هو بيتباع عند العطار، مش السميد بتاع البسبوسة اللي بيتباع في اكياس مخصوص للبسبوسة. في الاول هحط السكر على النار كده وهكرمله، هحط كوباية من السكر وهكرمله. وفي الوصفة دي انا هحتاج يعني كوباية ونص سكر، ودايما بقول السكر حسب الرغبة، يعني انا هدوقها في الاخر وهحس محتاجة سكر او لا هتضيفي على حسب الرغبة. وزي ما انت شايفة كده السكر بيتكرمل، وبعد ما السكر هيتكرمل هنزل عليه بكوبايتين من المية. فضلا وليس امرا اعملوا لايك للفيديو واعملوا اشتراك كمان للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. بنعمل وصفات بسيطة وسهلة وكلها موفرة. الوصفة دي تنفعنا جدا في رمضان. خليكوا في الخطوة دي بعيد او خلوها على عين البوتاجاز اللي جوه للامان ليكم. ممكن طبعا تقللي الكمية اللي انا حطاها. انا كده حطيت معلقة زبدة كبيرة، وعلى فكرة انا برضو هحتاج في الاخر معلقة سمنة كبيرة، وهضيف عليهم 2 بيكو من الفانيليا. هم بقى يا اخواتي يا حبايبي تدعولي فضلا وليس امرا ربنا يشفيني، عشان بجد انا تعبانة والله بتكلم بالعافية، ربنا اللي يعلم. وعايزة بس المكونات كلها تدوب كده، وبعد كده هنزل بكوبايتين من السميد. لو حابة تقللي المقادير عن كده وتجربي، السميد بيطلع طعمه طري خالص. يعني في ميل لقوام الكيك شوية عشان احنا هنقلبه في المية. وكمان بيطلع طعمه مش مسكر قوي لان احنا مش هنحط عليه شربات، هو ده السكر بتاعه بس اللي احنا هنكتفي بيه. ده السميد هياخد بقى اللون الغامق عشان يطلع لونه زي لون البسبوسة كده. نقلبه كله مع باقي المكونات. وطبعا ايه يعني خلي ايدك كده ايه زي ما بنقول خفيفة شوية في التقليب. وهضيف كمان معاه كوباية لبن كبيرة، انا ضفت نص هرجع اضيف نص تاني دلوقتي، هتخلي طعمه احلى. وكمان لو عندك قشطة في الخطوة دي ممكن تضيفيها بدل اللبن، يبقى طعمها احلى واحلى. حسيت هنا ان دقته لقيته مش مسكر كفاية فحطيت له نص كوباية سكر، يبقى كده المقدار كله كوباية ونص من السكر. كل ده احنا في طاسة اهو على النار، ما رحناش بعيد، مش هنعملها في فرن ولا حاجة. دي نص كوباية لبن تانية. زي ما قلتلك انواع السميد بتختلف، فانت طبعا عينك اللي هي ايه مقياس للحاجة. زي ما انتم شايفين تقريبا هي كده السميد استوى، يعني مش هنحتاج نعمل اي خطوات تانية في التسوية. انا هضيف هنا معلقة من السمنة، معلقة كبيرة من السمنة، وهبدأ اقلبهم تاني كده. دي سمنة بلدي هتديله طعم طبعا جميل. يعني كده حطينا معلقة كبيرة من الزبدة ومعلقة كبيرة من السمنة، وهقلب المكونات تاني كده. بقى السمنة دابت، معلقة السمنة الكبيرة اللي انا حطيتها دابت. زي ما انت شايفة تقريبا الخليط على فكرة كده مستوي. جبت صينية بتاعت اللي هي الحلواني اللي بنعمل فيها البسبوسة عادي، وهضيف بقى الخليط اللي احنا عملناه ده في الصينية. انا زي ما قلت لكم مش هدخلها الفرن، بس انا عايزه اديها ايحاء يعني كده ان هي بسبوسه، هي مش بسبوسه ولا حاجه، مش عارفه نسمي الحلا ده ايه، نسميه البسبوسه الكدابه. احنا مش هنحط عليه شربات ولا اي حاجه. احنا كده تقريبا خلصنا الحلويات بتاعتنا. فاضل خطوه واحده بس، ان احنا هنحطها في التلاجة عشان تتماسك. بعد بقى ما تخرج من التلاجة ممكن نقطعها. بصوا انا حاطه شويه ميه وبحاول اساوي الوش بتاعها بظهر المعلقه بس. هو ده اللي احنا بنعمله، ان احنا بس بنحاول نساوي الوجه بتاعها كده. بعد ما خرجتها من التلاجة هقطعها بقى مربعات، تقطعها باي شكل انت حباه يعني. وهزوقها بشوية الفستق كده.
انا عايزه اقول لكم برضو ان ده فستق كداب. الفستق ده انا كنت عاملاه بسوداني ولون وحاجه اسمها روح الفستق، دي بتتباع عند العطار، يعني بتدي كده طعم الفستق كده. بندخله الفرن يتحمص وبيطلع زي ما انت شايفه، بيبقى شكله جميل قوي مع الحلويات. بس طلعت القطعه كده اوريكم بقى شكلها عامل ازاي. شايفه شكلها كده جميل يعني مديه قوام على الكيك شويه على فكره. بس هي بالسميد. يا رب تجربوها ويكون الفيديو عجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم.